اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله معانا مجموعة من البطاريات هنقوم باصلاحهم ان شاء الله. دي بطاريات اللي هي بتبقى في كشافات الطوارئ. طبعا البطارية دي حوالي 4 فولت. هنشوف الطريقة النهاردة للاصلاح، وهنشوف النهوف اللي هتتصلح معانا والنهوف اللي هي هتبقى تالفة خالص ومش هينفع ان هي تتصلح. هنبدأ أول حاجة دلوقتي نجيب الأفوميتر عشان نتأكد من الفولت، هل عليهم فولت ولا لأ. ده كده وضع 20 فولت على الأفوميتر. هنبدأ نقيس أول بطارية معانا. أول بطارية معانا مش عطيانا ولا فولت. طيب تاني بطارية عطيانا واحد ونص فولت. تالت بطارية مش عطيانا فولت خالص، 25% يعني مش مكمل 1 فولت. رابع بطارية عطيانا 1.5 فولت، يبقى دي 1.5 ودي 1.5. آخر بطارية معانا عطياني 14%، يعني مش مكملة برضو 1 فولت. يبقى دول كده فاضيين خالص، التلاتة دول فاضيين خالص اهو. والاتنين دول دي فيها 1.5 ودي فيها 1.5. هنجيب قلم كده يا أصدقاء، ادي قلم اهو، قلم احمر. هنعمل على دي كده علامة اكس اهي، عشان دي معلهاش فولت خالص. ودي علامة اكس ودي علامة اكس، التلاتة دول عليهم علامة اكس. ودي اللي عليها 1.5 فولت هنعمل عليها علامة صح، ودي اللي عليها 1.5 فولت علامة صح. تمام كده يا أصدقاء، عشان نعرف البطاريات اللي هتنفع والبطاريات اللي مش هتنفع. هنعمل ايه بقى يا أصدقاء؟ أول حاجة دلوقتي هنجيب حاجة كده عشان نضع فيها البطاريات بالشكل ده كده اهو. هنبدأ أول حاجة، البطارية بيبقى عليها غطا بالشكل ده كده اهو. بتبدأ ان انت بمفك كده وتشيله عشان توصل للفتحتين او للجلبتين. في جلبة اهي تحتها فتحة، وفي جلبة تاني اهي تحتها فتحة برضو. تمام. هنعمل البطاريات كلها بالشكل ده، هنفكهم كده اهو، ونشيل الجلد بتاعهم ده او الغطا بتاعهم ده، ونشوف مع بعض. اول حاجة هنجيب كوب زي ده، وهنجيب سرنجة، وهنضع فيه شوية مية من الفلتر او مية مقطرة بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نعمل ايه، هنجيب كربونات الصوديوم بالشكل ده كده يا اصدقاء. ده كيس اهو فيه كربونات الصوديوم، وفي طبعا كيس من ده تقدر تجيب الكيس ب5 جنيه اهو. هنبدأ نعمل ايه بقى يا اصدقاء؟ هنبدأ بالمعلقة كده، وهنبدأ نضع شوية بالشكل ده اهو، وهنبدأ نقلبه كده، هنديله تقليبة كده يا اصدقاء. بعد ما قلبته كده يا اصدقاء، هنيجي بقى بالسرنجة وهناخد كده، وهنبدأ نضع في البطاريات في الفتحات دي كده بالشكل ده كده. ليه بقى؟ دي كده مرحلة الغسيل، هنبدأ نغسلهم وهنشوف مع بعض بالشكل ده كده. كده انا بضع فيهم كلهم وقت يا اصدقاء بالسرنجة بالشكل ده كده كده، عشان احنا كده بنعمل لهم مرحلة غسيل. بنبدأ ان احنا كده نغسلهم بالكربوناتو اهو بالشكل ده كده.
بعد ما غسلتهم يا اصدقاء جبنا كمان البطارية الكبيرة دي برضو بطارية كشاف برضو اديتها كربوناتو. ودي كده اللي طلع من البطاريات زي ما حضراتكم شايفين كده. دي فايدة الكربوناتو انه بيطلع لي اي بواقي سودة او اي حاجات في البطارية بتطلع من خلال الكربوناتو ده. طيب هنبدأ دلوقتي بقى نغسلها بمية عادية عشان نشيل اي اثر للكربوناتو داخل البطارية. فهنبدأ دلوقتي ان احنا نديها مية برضو مقطرة او مية من الفلتر. برضو هنملى كل بطارية ونفضيها بحيث نشيل اي اثر للكربوناتو وهنشوف مع بعض. هنبدأ كده يا اصدقاء، دي كده مية عادية اهي. هنبدأ نملى البطاريات ونغسلها بقى زي ما قلت لحضراتكم. كده احنا انتهينا من مرحلة الغسيل يا اصدقاء. كده البطاريات كلها اهي، كده جففناهم وفضينا المية اللي فيهم. تمام، يبقى احنا كده انتهينا من مرحلة الغسيل. كده هنخش بقى على اهم مرحلة وهنشوف دلوقتي مع بعض ايه هي بقى اهم نقطة يا اصدقاء. هو حامض الكبريتيك ده اللي هي مية النار دي. حامض كبريتيك مخفف بالماء. تمام، ده بنضعه في البطاريات عشان هو ده اللي بيشحن، اللي يخلي البطارية تشحن يعني، وهو اللي بيظبط البطارية. هنبدأ دلوقتي بقى كده نعمل ايه. هنزود بقى مكان ما كنا بنغسل البطارية، لا هنزودها بقى مية نار من دي او حمض كبريتيك من ده. هنبدأ نزود البطاريات كلها برضو بنفس السرنجة. هنبدأ كده اهو، هنضع برضو شوية في الكوباية دي كده بالشكل ده. بعد ما وضعت شوية يا اصدقاء هنيجي بقى بالسرنجة كده اهو، ونخلي طبعا بالنا ويستحسن ان احنا نبقى لابسين جوانت. وهنضع كده بالشكل ده. هنملى بقى البطاريات كلها مية نار من دي وهنشوف مع بعض. بعد ما مليتهم يا اصدقاء بمية النار هنبدأ بقى نحط الغطيان بتاعتهم كده بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده يا اصدقاء. بعد ما كده ملينا مية نار البطاريات كلها وجففناهم كده اي حاجة من بره وكده، كده فاضل مرحلة الشحن. كده هنشحن البطاريات، كل بطارية هنشحنها وبعد كده بقى هنبدأ بقى كده نشوف البطارية اللي هتنجح معانا وتبقى كويسة، والبطارية اللي مش هتنفع وهتبقى تلفت معانا ومش هينفع فيها اصلاح تاني. هنبدأ نشحنهم كده ونشوف النية اللي هتنفع والنية اللي مش هتنفع. تابعونا. بعد ما وضعت يا أصدقاء البطاريات على الشحن حوالي ساعة ونص أو ساعتين، هنبدأ بقى دلوقتي كده نشوف البطارية اللي رفعت الشحن معانا واللي ما قبلتش شحن خالص. وطبعا اللي رفعت شحن وقبلت شحن يبقى طبعا هي دي اشتغلت معانا. دي البطارية الكبيرة دي كانت عطياني 7/10، يعني مش مكمل 1 فولت. هنقيس كده مع بعض. عطياني كام يا أصدقاء؟ 5.5 فولت، يعني عطياني 5.5 فولت يعتبر. يبقى يعتبر دي كده اشتغلت معانا مفيش أي مشكلة. طيب هنشوف البطارية دي كان معمول عليها علامة صح، يعني كان عليها 1.5 فولت. هنبدأ كده نشوف عطياني كام. عطياني 4 فولت يا حضرات اهي. دي اللي كنا عاملين عليها علامة صح اهي، علامة صح اهي. عطياني كانت عطياني 1.5 قبل ما نغسلها. دلوقتي عطياني 4 فولت اهي. يبقى دي كده تمام ودي تمام.
طيب هنشوف دي كانت معمول عليها علامة غلط، يعني دي ما كانتش قابلة شحن خالص. هنشوف كده عطياني كام يا حضرات، عطياني 3 فولت و8 من 10، بس انا طبعا خالف المجسات اهو. 3 فولت، 3 فولت و8 من 10، يبقى معنى كده ان دي كده شحنت برضو معانا. طيب هنشوف دي عليها علامة صح، كانت عطياني 1.5 فولت. عطياني كام يا حضرات، عطياني 3 و8 من 10، يبقى دي كده اشتغلت معانا برضو اهي. 3 فولت و9 من 10 كمان او 8 من 10. طيب يبقى دي كده اشتغلت معانا. هنشوف البطاريتين دول. البطارية دي كده مش عطيانا اي فولت خالص يا حضرات، واحنا كنا عاملين عليها علامة اكس، يبقى دي نركنها على جنب. هنشوف معانا اخر بطارية. اخر بطارية برضو مش عطياني اي فولت يا حضرات اهي. برضو مش عطياني اي فولت. يبقى اذا في العملية دي او في عملية الغسيل دي احنا كده يعتبر استنتجنا ان احنا كده صلحنا 3 بطاريات صغيرين، والبطارية الكبيرة هم دول اللي احنا يعتبر طلعنا بيهم، والاتنين دول هم اللي تلفين معايا. يبقى انا قبل ما اصلح او قبل ما اعمل الفكرة دي كانوا 5 بطاريات وبطارية كبيرة، دلوقتي 3 بطاريات وبطارية كبيرة. يبقى اذا دلوقتي الفكرة دي بتنجح في بعض البطاريات وبعض البطاريات ما بتنجحش. يبقى كده على حسب البطارية احنا بنعمل اللي علينا وبنغسلها وبنزودها مية نار وبعد كده بنشحنها، والقبول ده بقى بتاع ربنا. يعني هو بقى ممكن تشتغل البطارية او ممكن ما تنفعش فيها الشغل. بس كده يا حضرات، أرجو أكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت تدعمني لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد، كل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا لكم وأشوفكم في فيديو جديد.